لو كان في حد حكى القصة دي قدامي قبل كده يمكن قلت ده بيكتب أو بيتبلى، لأني ما كنتش متخيلة أصلا إن في كده في الدنيا. أنا سماح، عديت ال55 سنة، اتجوزت وأنا عندي 17 سنة وخلفت 3 ولاد. ابني الكبير مصطفى، وولد وبنت أصغر منه. عشت حياتي كلها أنا وأبوه على الحلوة والمرة، وأبوه كان راجل زي البلسم، وإحنا كنا ملتزمين والحمد لله. كنا بنصلي وعارفين ربنا وربنا ولادنا على كده. بس معرفش ابني مصطفى طالع عامل كده ليه طول عمره. قلبه غبي، عنده حقد، دايما ناقد على نعمة ربنا، دايما مش عاجبه ده ولا ده ولا ده. أبوه مات وكان سايب لنا معاش بسيط، ربيت عيالي منه وكملوا كل حاجة واشتغلوا واتجوزوا، ودول البنت والولد. أما مصطفى فضل زي ما هو، لا عارف يشتغل ولا عارف يفتح بيت ولا عارف يعمل أي حاجة في الدنيا، وعلى طول ماسك الهم طول حياته، يشتكي ويتشكى من كل شيء. ابني وبنتي كانوا في الأول بيجولي باستمرار، يعملوا لي شغل البيت، يغسلوا لي ويقضوا اليوم معايا، ونقضي الوقت مع بعض. لكن طبعا بعد كده بقوا مشغولين، عندهم عيال وخلفوا وعايشين حياتهم ومستقرين، وانا ما كانش فارق لي اي حاجة. ما كانش فاضل لي غير حاجة واحدة بس، ان انا افرح بابني واشوفه سعيد ومبسوط ومتجوز وعنده عيال زي اخواته. بس هو بقى ما كانش عارف يعمل ده بسبب قلة الفلوس والشغل. كنت دايما اقعد اتكلم معاه واقول له يا ابني اشتغل واسعى، يا ابني وقول يا رب، واكيد ربنا هيكرمك واكيد هتعرف تدبر امورك. يقول لي ازاي؟ انتي مش شايفة الدنيا؟ انتي مش شايفة اللي حوالين منك؟ الواحد مهما بيشتغل بيوفر ايه يعني؟ اللي جاي على قد اللي رايح. واقول له معلش، ما انت لو قلت يا رب اكيد ربنا هيكرمك، واكيد هتلاقي خير كتير، وجنيه على جنيه وقرش على قرش الدنيا هتمشي، ونشوف واحدة بنت حلال كده تتجوزها ونفرح بيها. انا عمري ما سمعت منه ان هو بيحب واحدة او ان هو في حياته واحدة ولا اي حاجة من الحاجات دي. ابني كان على طول في حالة، وانا كنت مفكرة ان ده غلب منه وطيبة، وإن هو يعني ما بيحبش يعمل حاجة غلط ولا حاجة حرام. لحد ما في يوم من الأيام لقيت أخته اللي أصغر منه على طول جاية وبتقولي أنا عايزاك يا ماما تخلي بالك من أخويا شوية، علشان جوزها عارف إن هو بيشرب مخدرات. ساعتها قلت لها هو أخوكي بيشتغل أصلا قد إيه ولا بيكسب قد إيه علشان يا بنتي يشرب الحاجات دي؟ قالت لي والله يا ماما جوزي بيقولي كده، وأنا جوزي هيكدب ليه؟ كان جوزها بصراحة طول عمره محترم وفي حاله، وعمري ما شفت منه حاجة وحشة. هو ساعتها قال لها انت اخوكي عمال يشتكي من قلة الفلوس ومش عارف يعمل حاجة، وهو هيعمل ايه طول ما هو بيضيع فلوسه على المخدرات؟ ما هو علشان كده ربنا مش مبارك له. فجت وقالت لي دي نصيحة جوزي يا ماما. فقلت لها انا مش مصدقة، مش معقولة اخوكي يبقى بيعمل كده. ده كل يوم يا بنتي بيقعد يعيط بالليل علشان ما هوش عارف يظبط اموره ولا يجهز نفسه. قالت لي يا ماما ده بيشتغلك وبيضحك عليكي. فساعتها قلت لها خلاص تعالي في يوم انت واخوكي واتكلموا معاه. وفعلا في يوم كان يوم جمعة، يوم اجازته، وجم اخواته وقعدنا واتكلمنا معاه، وقلنا له يا ابني هو انت بتشرب حاجة؟ قعد صرخ فينا احنا التلاتة وقعد يزعق فينا، انتم عايزين مني ايه؟ مش كفاية انا مش لاقي عيش زيكم؟ كل واحدة فيكم متجوزة وعايشة ومتهنية مع جوزها، اما انا خلاص مش قادر. ده انا بكبر والعمر بيجري بيا ولغاية دلوقتي ما لمستش ست. انا قلت ايه الكلام اللي هو بيقوله لنا ده؟ قلت له جرى ايه؟ ولا ما تحترم نفسك؟ في ايه؟ ايه اللي انت بتقوله قدام اخواتك ده؟ قال لي احترم نفسك ايه؟ ما انتم مش حاسين بحاجة، انا كبرت. انا لما بشوف اي واحدة وهي ماشية قدامي جسمي كله بيبقى ايد نور. وقعد يتكلم في حاجات عمري ما تخيلت ان ابني يكون بيفكر فيها، لدرجة ان هو قال لنا انا فاضل لي تكة وحاسس ان انا هشد اي واحدة في الشارع علشان اريح نفسي معاها. اخواته
لقوا الكلام كده قالوا له لا يا ماما خلاص، ده ابنك ده ما يتسكتش عليه، ده عايز حل ضروري. ايه الهبل اللي احنا بنسمعه ده؟ اول مرة نسمع حد بيشتكي بالطريقة دي وفي الكلام ده، ومش همه حد فينا، ولا احنا ولا انتي، ولا مكسوف ولا اي حاجة. واضح كده ان جوزي كلامه صح، وابنك عمال يشرب في مخدرات، ودي اللي عمياه، والحاجات دي كده هتخليه يجيب لنا مصيبة. فقعدنا نتكلم مع بعض وقالوا لي ايه رأيك يا ماما لو احنا نجوزه ويتجوز معاكي في الشقة؟ قلت لهم انا موافقة وما عنديش مانع، بس هو في واحدة هتوافق تقعد معايا في الشقة، وبعدين الشقة هو هتتحل، طب والباقي هنعمل فيه ايه؟ قالت لي مقدورة عليها، في بنات غلابة يا ماما وبيبقوا كويسين ومحترمين وطالبين الستر. واضح كده ان مصطفى ما بيحبش اي واحدة، ولا في حد في حياته، يعني ما فيش واحدة معينة عايزها، هو عايز يتجوز وخلاص، عايز يرتاح، نريحه يا ستي ونجيب له واحدة يتجوزها ويعيش معاها احسن من الهبل اللي هو بيتكلم فيه ده، وساعتها هيتعدل ويمشي كويس. تقريبا ده الحل المناسب. وقلت لها خلاص طيب هنعمل ايه؟ قالت لي احنا ندبر له كده اوضه مثلا مستعمله بس نظيفه، ونجيب الاجهزه بس كده ويتجوز معاكي، يعني ياخد اوضه في الشقه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويتعدل ويبقى كويس، ونسيبه بقى من الهبل اللي هو بيتكلم فيه ده. انا خايفه يا ماما لحسن يعمل لنا مصيبه، وحرام عليه اللي هو بيعمله ده واللي هو بيقوله. انا مش عارفه ابني ده كان عامل كده ليه، الله اعلم، ربنا ان انا يعني ربيته كويس قوي، سواء هو ولا اخواته، وابوه كان راجل طيب وغلبان وملوش في الكلام ده خالص. بس تقولي بقى الزمن غير الزمن. لحد ما في يوم سمعت صوت طالع من اوضته، دخلت عليه ولقيته لا مؤاخذة قالع من تحت وبيتفرج على حاجة. ولما صوتت في وشه وقلت له ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ قال لي انت عايزة مني ايه يا ستي؟ ما تسيبيني ارتاح بأي شكل، هو ولا كده ولا كده، يعني احنا يا رب مش مكتوب علينا الراحة ابدا؟ قلت له يا ابني استهدى بالله، بس انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ قعد يتكلم برضه في نفس الموضوع وقال لي انتي ما انتيش عارفة انا بحس بايه لما ببقى ماشي في الشارع وقدامي اي واحدة. قلت له انت عايز تفهمني ان كل الرجالة اللي مش متجوزة بتعمل الهبل اللي انت بتعمله ده؟ ليه؟ هو احنا عايشين فين؟ ولا هي الحاجات دي هي محور الدنيا واساسها وانا مش عارفة؟ قال لي ايوه، هي محور الدنيا عندي وهي اساسها عندي. قلت له ما هو اكيد من اللي انت بتشربه ده هو اللي بيخليك ملهوف على الهبل ده، وما بتفكرش في شغلك ولا بتفكر تعمل اي حاجة. وقعدت اتكلم معاه بالراحة وقلت له على اللي اتفقت عليه انا واخواته. قلت له ان شاء الله هنشوف لك واحدة تتجوزها وتبقى كويس وتبقى بنت حلال وترضى بيك، بس انت لازم تمشي عدل وظبط امورك شوية، ولم ايدك وبطل تشتري الحاجات المعفنة اللي انت بتشربها دي، وان شاء الله بإذن الله انا همسك ايدي شوية وادخل في جمعية ولا اتنين وهنشوف لك اي حاجة وتتجوز. قعد يقول لي ها، ومين الهبلة دي اللي هتوافق بيا وهتوافق باللي انت بتقوليه ده؟ كل واحدة دلوقتي عايزة دهب وشبكة وعايزة عفش وخطوبة وهدايا ودنيا، انت عايشة في مية البطيخ. ياما اللي انت بتتكلمي فيه ده ما يأكلش عيش، ومفيش واحدة هترضى بيا باللي انت بتقوليه ده. وعلشان خاطر ايه يعني؟ هو انا اطلع ايه ولا اطلع مين وسط الناس؟ ابويا مات وسابنا ومحلتناش اللضا، ولا مثلا دكان ولا محل ولا حاجة مسنودين عليها. هترضى تتجوز معاكي وتعيش في شقة ليه بقى؟ قلت له يا ابني انت ليه بتسد الدنيا في وشك كده؟ ما تستهدى بالله كده وتفائل خير، ربنا بإذن الله يفتحها في وشك. وانتش عرفك، ما يمكن نلاقي واحدة بنت حلال وبنت ناس، وكتير في بنات طيبة وغلابة على قد حالهم وهيمشوا معانا، يعني ايه المشكلة؟ المهم ان انت تتقي ربنا وبطل العك اللي انت فيه ده، وان شاء الله ربنا هيكرمك، وانا عايزاك تمسك ايدك شوية يا حبيبي. وقعدت اتكلم معاه يعلم ربنا ازاي، وساعتها طبعا كل الكلام اللي انا قلته ولا حوق فيه، كان باين على وشه وباين على طريقته في الكلام، وسبته وقفلت الباب عليه. وقعدت ادعيله طول الليل ان ربنا يهديه. فهمت ساعتها ان هو كان بيتفرج على حاجات مش كويسة،
بيعمل كده مع نفسه وهو بيتفرج عليها. الحاجات دي اللي هي بيعملها دي هي اللي مخليه لا مؤاخذة يعني مشتاق للحاجة دي، وهي اللي مركزة كل الكلام ده في دماغه. لو هو ما بيتفرجش وما بيعملش كده ما كانش زمان الحاجات دي عملت فيه كده أبدا. مستحيل، ما الشباب كتير حوالين مننا اهو، يعني اشمعنى ابني انا اللي عمل كده؟ لحسة مخه مخليه حتى مش قادر يركز ان هو يشتغل ويمشي كويس ويظبط اموره علشان يتجوز ويعيش حياته يعني بشكل طبيعي ويمارس الحاجات دي بطريقة صح. لكن لهفته على الفرجة مخليه كده على طول حاسس ان هو تعبان ومحتاج الشيء ده وخلاص. حتى رغم اللي هو بيعمله ده هو برضه مش مبسوط. انا فهمت كده، بس هو فين؟ ولا هو فاهم حاجة خالص ولا عامل اعتبار لأي كلمة انا قلتها له. قعدت ادور له على عروسة، وكنا انا ولا اخواته يعلم ربنا مش لاقيين خالص. واللي تلاقيها مثلا ظروفها زي ظروفنا بس هو مش عاجبها، اللي نروح نتكلم معاها نلاقي امها مش عاجبها. طيب وبعدين نصيبه كده. يجي يسألني ها لقيت يما العروسة اللي بتقولي عليها؟ اقول له لسه يا حبيبي بس ان شاء الله هنلاقي. يقول لي في المشمش انا عارف بس سايبك عمالة تدوري كده وماشي على هواكم، مش هيحصل. وكأن كلامه ده هو اللي مسدد الدنيا في وشنا. ما في واحدة رحنا لها وكلمناها إلا وتقول لأ، رغم أنا بنفسي أعرف ناس كتير اتجوزوا بالطريقة دي لكن ما لقيناش. غصب عننا نعمل إيه؟ عدت الأيام وإحنا كل يوم في مشكلة بسبب ابني. كل ما الاقيه ماشي في الشارع وانا واقفة في الشباك ولا حاجة وعينه هتطلع على واحدة ابقى خايفة ومرعوبة يروح يعمل حاجة. كل ما اسمع عن قضية اغتصاب ولا واحد خد واحدة عمل فيها والحاجات دي بقت مليانة ومالية الدنيا ابقى مرعوبة واقول يا رب استر، استرها احسن ابني يعمل حاجة من البلاوي دي. نروح فين ونيجي منين والف وراه فين؟ ده احنا غلابة. لحد ما في يوم كنت بغسل علشان عيالي خلاص ما بقوش يجوا زي الاول والدنيا بقت مختلفة، وكنت بغسل طول النهار وعمالة أغسل على الغسالة العادية دي، فهدومي كلها اتغرقت مية، عبارة عن مية من أول صدري لحد ديل جلابيتي من تحت. خلصت وفين وفين لما مش قادرة أتحرك، دراعاتي بقت وجعاني وواقفة عليا علشان يعني حكم السن. ساعتها ابني جه من بره والصراحة إن هو كان شكله مش مظبوط، بس انا اتعودت ان هو يبقى جاي وهو عامل كده، وده خلاني وشافني انا غرقانه في هدومي بالميه. فقلت له ما تيجي يا ابني طلع لي حاجه نضيفه من الدولاب لحسن انا مش قادر ارفع ايدي لفوق. قال لي يا سلام ياما من عينيا الاتنين، وراح ماسكني وساندني لحد اوضه النوم جوه، وراح فاتح الدولاب علشان يطلع لي غيار، وبعدين لف واتضير وقال لي ده انا هغيرلك بايديا، ده انا اللي هقلعك بايدي الاتنين. قلت له ربنا يسترك يا حبيبي بس استنى هاتلي فوطة. قال لي اصبري بس يما انا عارف انا هعمل ايه بالظبط. ولقيته بيقفل باب الأوضة علينا رغم ان انا تقريبا ما كنتش قافلة باب الشقة، كنت بغسل وبروق. ساعتها قلت له انت بتعمل ايه يا ولا؟ قال لي اصبري بس بقى، وراح مقرب مني ولقيته بيقلعني هدومي وبيقلع هدومه، وكان شكله غريب زي ما يكون كده وحش بالظبط، وحش داخل عليا وعايز ياكلني. قعدت اشتمه واسبه والطشه بالقلم على وشه. فوق يا ابن الكلب، ده انا امك، انت عبيط يالا ولا انت بتهب بيه؟ انا كنت دراعاتي وجعاني ومش قادره اصلا ارفعها وطلبت منه ان هو يجيب لي الهدوم علشان كده. راح قال لي بقولك ايه بس ما تسكتي بقى، ما انتي قدامي اهو، انتي هتخليني نروح للناس الغريبة في الشارع ليه؟ ما انتي معايا، انتي يعني مش ابويا ميت من زمان يعني بذمتك ما انتيش عايزة الكلام ده؟ قلت له والله انت قليل الادب، ورحت لطشاه بالقلم على وشه تاني. قلت له يا ابني يا عديم التربية يا اللي انا فعلا معرفتش اربيك، انا ما بفكرش في الكلام ده. راح قايل لي لا والله انت بتفكري بس انت ما انتش واخده بالك. ولقيت الولد عمال يقلعني في هدومي ويتعدى عليا، اعمل ايه؟ عمل اللي عمله ده بس ما كملش. وساعتها وصل للمرحله اللي هما بيوصلوا لها الرجاله، يعني الحاجه اللي بتنزل دي نزلت منه فوق مني.
ما كملش الحاجة اللي هو كان عايز يعملها. فساعتها هدي وبعد عني شوية، يمكن كان مخضوض يعني، ما استحملش ان هو حتى يعتدي عليا. قعدت اصوت والم الناس عليا، وناس كتير من الجيران دخلوا على المنظر ده وكان عندهم حالة ذهول. فيعني فضلوا متنحين شوية كده، وبعد كده لقيتهم بسرعة بيلبسوني اي حاجة وقالوا لي روحي بلغي في ابنك ده ابنك ده عار وفضيحة. ومسكوه فقعوه حتة علقة، وهو كان عامل زي الطور الهايج، عمال يشتم ويسب ويقول فيها ايه يعني لما ننبسط، ولما ننبسط مع بعض فيها ايه لما ترتاحي وانا نرتاح، مش احسن من الغلب ده؟ ما انت كمان، ما انت اهو قدامي. يا ريتني كنت عملت كده من زمان. يعني ما كانش حاسس باي ندم. رحنا هناك ورئيس المباحث هداني وقعد يتكلم معايا، وعملت محضر في ابني واشتكيته، وقلت ان هو كان على طول شايل هم الموضوع ده وبيتكلم فيه كتير. بس انا ما كنتش متخيلة، كنت بدعي ربنا ان ما يروحش يعمل حاجة في واحدة، وكنت بدور له على عروسة. مش عارفة ايه اللي خلاه في اليوم ده الشيطان يلعب بعقله بالشكل ده. وساعتها عملوا لي كشف طبي وجم حللوا الحاجات اللي انا كنت على السرير علشان يتأكدوا من كلامي، واتأكدوا فعلا ان هو فعلا اعتدى عليا، بس ملحقش ان هو يعمل معايا العلاقة الكاملة. فلما جم كشف الطب كشف الطب عليا، كان مبين ان هو مفيش حاجة من جوه حصلت عندي، لكن على جسمي من بره وعلى السرير كان في آثار للي كان نازل من ابني. وساعتها هم اتأكدوا من كلامي، زائد كمان الناس اللي كانت موجودة وشهدت على كده، وكانوا عايزين يجيبوا أقصى عقوبة لابني وعايزين يوصلوها للإعدام. بس لأنه هو ما كانش لسه الموضوع كمل للآخر وما استحملش من بداية اللي هو يعتدي عليا، ولقى نفسه عمل كده بسرعة من غير ما يحس. وده سبب ان هو كان عنده شراهة على الموضوع ده. جه لابني حكم ب10 سنين، بس انا ساعتها زعلت وحسيت ان مستقبل ابني ضاع، وكنت في حيرة. هل ان انا ممكن اعمل حاجة يعني، او انكر او اغير اقوالي او اعمل اي شيء ان ابني الحكم بتاعه ده يتغير، ولا ده عدل ربنا والمفروض ان ابني يتحاسب؟ طب ما انا اللي هتلطم وراه، ما انا مش هسيبه مرمي في السجن كده، ما هو في النهاية ابني. ساعتها الجيران لما سمعوني وانا بتكلم وبقول لهم ان انا زعلانه على ابني وعايزه اشوف حل في الموضوع ده، قالوا لي انت هتتجنني ولا ايه؟ انت عايزه تطلعي ابنك بالقرف اللي هو عمله فيكي ده؟ طب بذمتك ده لما يطلع هيعمل ايه في الناس الغرب؟ ابنك كان عايز يغتصبك انت متخيله وواعيه للي انت عايزه تطلعيه من السجن ده؟ لو طلع ممكن يعمل ايه في بنات الناس؟ انت عايزه يا اختي تطلعيه علينا ولا ايه؟ قلت لهم يا جماعة حطوا نفسكم مكاني، ده ابني، وانا برضو قلبي واجعني عليه وكنت عايزة اطلعه، وهو في النهاية يعني ما كملش معايا الموضوع، يمكن ده يخفف عليه الحكم. مش عارفة، انا لسه بسأل. قالوا لي لا ده انت اتعبطتي بقى، والله لو ابنك ده طلع من السجن احنا اللي هنقتلهولك. انت عايزة ايه؟ عايزة تجيبي لنا مصيبة ولا كارثة ولا ايه؟ امشيلنا بقى من المنطقة خالص ومش عايزين نشوف وشك. ده انت كبرت وخرفتي يا حاجة، انت اتعبطتي خلاص. ابنك اتحكم عليه، خليه ياخد جزاءه ويبقى عبرة لغيره. والله العظيم ده ابنك ده حلال فيه الإعدام. وانا لحد دلوقتي يا جماعة حاسة بندم، حاسة ان قلبي وجعني على ابني، مش عارفة الاحساس اللي انا فيه ده صح ولا غلط. ما هو برضو ابني والدنيا جت عليه، ووصل لسن 35 واكتر وما اتجوزش ولا حاجة. غلا وقرف ومسؤولية ودنيا وحياة، وهو مش عارف يعمل فيها حاجة. ولقيت نفسي عمالة ابرر له اللي هو عمله ده، رغم ان انا نفسي عارفة السبب. السبب هو الزفت اللي كان بيشربه والحاجات اللي كان بيتفرج عليها، اللي خلته يتصور ان الدنيا كلها عبارة عن جنس وبس، وان هو ما ينفعش يعيش كده. وتوصل معاه لدرجة ان هو يفكر يعمل كده مع اي واحدة، وما استكفاش حتى باللي هو بيعمله مع نفسه ده، كمان فكر فيا انا لمجرد ان انا كنت قاعدة قلعة وعريانة قدامه وعايزاه يغير لي، رغم ان انا ام ومش يعني ست صغيرة، ولا انا ست لسه في صبايا. ده انا عجوزة ومش قادرة احرك جسمي، ولا حد قادرة ان انا احرك دراعي كده. مش عارفة، بس بصراحة انا بلوم نفسي ان هو صعبان عليا، بس ده قلب الام ونفسي ربنا يهديه ليا.
ويهديلي قلبي ويصبرني على اللي هو فيه. مش قادرة أسيبه وهفضل برضه أزوره ولازم أخد بالي منه. ويا عالم ال10 سنين دول هيفرقوا معاه ولا لأ. بس أنا متعشمة في ربنا إنه يتوب عليه ويهديه، ويمكن لما يبطل يشرب القرف ده يتعدل ويتغير حاله. بس ما افتكرش بعد اللي حصل إن ممكن واحدة تبصله. ربنا يسامحك يا ابني ويهديك ويسامحني أنا كمان لو كنت عملت حاجة غلط في تربيتي فيك. ودي كانت قصتي ودي كانت حكايتي. ما تستهونوش يا جماعة بأبسط الحاجات.